ايه يا بابا انت بتعمل ايه؟ بذاكر شويه انجليزي يا حبيبتي. ليه وانت رايح امريكا تقابل ترامب؟ حق يا بابا، الامير محمد بن سلمان كان بيتكلم انجليزي احسن من رؤساء كتير. والله يا حبيبتي هو بيتكلم انجليزي احسن من رؤساء كتير، ده شرف لينا كلنا كعرب ان واحد مننا ولي عهد دوله كبيره زي السعوديه بيتكلم انجليزي كويس ما شاء الله. بس عموما يعني في عندنا هنا اطفال يعني في كي جي 1 وكي جي 2 بيتكلموا انجليزي برضه، مش القضيه مين اللي بيتكلم انجليزي كويس ولا وحش. واقول لك بقى على معلومه مهمه، الملك عبد العزيز نفسه موحد المملكه كلها ومؤسس الدوله السعوديه، ما كانش بيتكلم انجليزي ولا حاجه، وكان عنده 21 سنه و100 راجل وقدر يحرر الرياض ويحكم الرياض، وبعد 10 سنين اسس المملكه دي كلها ووحدها. طب ومعلومه تانية، عارفين محمد علي مؤسس مصر الحديثه؟ ما كانش برضه بيتكلم انجليزي ولا حاجه، وكان حتى ما بيعرفش يقرا ويكتب عربي. ما شاء الله عليه قدر يبني مصر الحديثة وفضل يحارب حروب رهيبة لحد الشام والحجاز لحد الأستانة نفسها تركيا، وعمل دولة مصرية الدولة العلوية دي كلها. وابنه إبراهيم باشا نفس الحكاية، وكان بيخلي يعني ولاده يحفظوا القرآن الكريم، وده كان أهم شيء. حتى الملك عبد العزيز كان بيحفظ ولاده القرآن الكريم وبيعمل حفلة لكل واحد يحفظ القرآن. الحفلة بتاعت الملك عبد الله على فكرة قعدت 3 أيام بعد ما حفظ القرآن الكريم. هي دي أهم حاجة، اللغة العربية بتاعتنا.